السلام عليكم. ما بعد رحيل خوسيه ريفيرو المدير الفني ومفاجأة المدير الفني طبعا الجديد للنادي الأهلي، ايه القصة وايه الحوار؟ في البداية اهلا بكم في قناة تحليلاتكم، شرفونا بالاشتراك في القناة، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. طبعا يا جماعة كلنا النهاردة منتظرين خبر رحيل خوسيه ريفيرو، خاصة بإذن الله تعالى بعد ما تنتهي مباراة بيراميدز والأهلي بخسارة النادي الأهلي. والأول مرة في التاريخ أنا كأهلاوي أتمنى خسارة النادي الأهلي من بيراميدز علشان يمشي خوسيه ريفيرو المدير الفني القليل جدا طبعا على النادي الاهلي. وزي ما جه في البدايه قلت لكم يا جماعه الراجل ده هيفشل مع النادي الاهلي، ولا نستبق الاحداث، ولكن الجواب باين من عنوانه. وفعلا الراجل ده فاشل بمعنى الكلمه. بيفكرنا بالمدير الفني اللي تمت اقالته، فاكرين واحد اسمه سوارش لما جه في النادي الاهلي وقلنا الراجل ده برضه لا يصلح لقياده النادي الاهلي. ده حتى عمرو جمال لاعب النادي الاهلي السابق قال لك خوسيه ريفيرو كان بيدربني في فريق من الفرق اللي لعبت فيها طبعا لما طلع فتره احتراف، وكان هو مدير رياضي. قال لك الراجل ده قليل على النادي الاهلي، ما لهاش بالكلمه، ولا قال لك مش وقت، مش مرحله خوسيه ريفيرو. هو اي نعم اكتسب خبرات ممكن شويه على الوقت اللي انا كان بيدربني فيه، ولكن لا يصلح للنادي الاهلي. المهم الراجل ده اتمنى النهارده خساره النادي الاهلي، والخوف والادهى والامر لو خسر النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب طلع وقال لك لا، الراجل مستمر مع النادي الاهلي، ومش من اول 3 جولات ولا اربع جولات نحكم على النادي، على المدير الفني. والنادي الاهلي مش دي سياسته، والنادي الاهلي مش بيتعامل بالقطعه ومش بالقطعه وتحسسنا ان احنا واقفين في محل ملابس. ما فيش بالقطعه. الراجل باين من بدايته ان هو فاشل، مباريات ضعيفه جدا في الدوري مش عارف يكسبها، معاه اسكواد عالمي، اسكواد يعني لو نزل واحد كده من غير المدير الفني بس تحس ان هو اصلا ملخبط لهم دماغهم، ملخبط التشكيل، ملخبط الدنيا في بعضها، مفيش تكتيك. المهم السكواد اللي معاه ده اي مدير فني كان يكسب بيه ال4 جولات او ال3 جولات لحد الان في الدوري باداء عالمي، لكن الراجل ده اداؤه سيء جدا في الملعب، تحس انه مش عارف يوظف اللعيبه، يعني ما اعرفش، مش راكب مع النادي الاهلي. المهم ان شاء الله باذن الله بعد خساره النادي الاهلي. طب واحد يقول لي طب النادي الاهلي لو فاز النهارده على بيراميدز بضربه حظ مثلا، سجل له هدف ولا حتى 2-1، كلنا عارفين بيراميدز السنه دي برضه سيء جدا وضعيف جدا، يعني في اول ده اتهزم من مودرن سبورت، اتهزم 2-1 وقبلها كان متعادل ومش عارف ايه، يعني مش بيراميدز. فافرض النادي الاهلي كسب هيبقى اتدبسنا في الراجل ده. انا اتمنى يا جماعه يمشي سواء كسبنا او خسرنا، وباذن الله هيمشي، بس اللي يتسرع من وتيره ان هو يمشي ان هو زي ما قلنا خساره النادي الاهلي النهارده من بيراميدز، فبالتالي طبعا الاصوات بتاعه رحيله تعلى اكتر، والكابتن محمود الخطيب ممكن يقتنع ويسيبك من القطعه. ومش من القطعه دي سياسه قديمه خالص، انك انت الاهلي ما بتعملش بالقطعه. طب يعني احنا عشان ما نتعاملش بالقطعه نستنى لغايه ما نخسر الدوري او نخسر مثلا 10 مباريات مثلا وتطلع عين الجمهور ومراره الجمهور؟ فاحنا لازم يمشي. الجواب باين من عنوان، مش لازم بالقطعه مع مدير فني زي كده. يعني البدايات تدل على نهايتها تكون عامله ازاي، المقدمات تساوي النتائج على طول، فدي مقدمات سيئه فاكيد النتائج هتبقى برضه سيئه. المهم ال3 مديرين فنيين المرشحين لقياده النادي الاهلي بالترتيب. اول واحد فيهم طبعا مدرب او المدير الفني لنادي الفتح السعودي والمدير الفني الاسبق لنادي الزمالك جوزيه جوميز، ده رقم 1. المركز الثاني طبعا على التوالي موسيماني، طبعا بيتسو موسيماني اللي هو كان المدير الفني طبعا للاهلي السعودي والاهلي المصري طبعا، وكلنا شفنا خدنا معاه بطولتين افريقيا. والمدير الفني الثالث طبعا المرشح للنادي الاهلي اللي هو حسام البدري. انا من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه ارجح طبعا جوزيه جوميز افضل من بيتسو موسيماني، لان كلنا عارفين بيتسو موسيماني او اي مدير فني مسك النادي الاهلي يا جماعه في المرحله الثانيه مثلا او في الفتره الثانيه بعد ما قضى مثلا فتره ومشي ورجع ثاني ما بتكونش بقوه وبمستوى الفتره الاولى. فانا مش ارجح حسام البدري طبعا ولا بيتسو موسيماني. حسام البدري طبعا هيجي هيزهق الجمهور، يخلي 3/4 النادي الاهلي بيشجع نادي ثاني. فانا يا جماعه لا افضل بيتسو موسيماني ولا افضل طبعا حسام البدري. الافضل للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه اللي هو طبعا جوزيه جوميز مدير الفني طبعا الحالي لنادي الفتح السعودي والاسبق لنادي الزمالك. اما بالنسبه لرينيه فايلر في حاله التواصل معاه طبعا
ورجع مصر ورجع النادي الاهلي برضه هيكون من المديرين الفنيين الممتازين. واحد يقول لي طب ما فايلر درب النادي الاهلي زي بيتسو موسيماني وحسام البدري، اقول لك لا، فايلر ما كملش فترته مع النادي الاهلي، فبالتالي لو جه هيعمل انجازات ويصنع بطولات مع النادي الاهلي، ومدرب يعني عنده فكر وعنده تكتيك في دماغه، يعني المدرب يركب مع النادي الاهلي. لكن بيتسو موسيماني زي ما قلنا قضى فتره، فالفتره الجديده لو جه مش هتكون بمستوى الفتره الاولى. حسام البدري برضه ادى كذا فتره ومش هتكون برضه بمستوى الفترات اللي قضاها مع النادي الاهلي، زائد ان هو اصلا مدير فني يعني بيخنق الجمهور شويه. ده يا جماعه بخصوص طبعا مفاجاه المدير الفني الجديد، ومفاجاه باذن الله رحيل المدير الفني الحالي للنادي الاهلي. في النهايه ما تنسوش الاشتراك في القناه، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، السلام عليكم.